تمام كده، وقت الحلقة بدأ، فيلا بينا نبدأ على طول. اهلا بك يا صديقي الجميل في فيديو جديد وحلقة جديدة وجزء جديد من كتاب اغنى رجل في بابل. انا عارف ان السلسلة طولت شوية، ولكن صدقني انا عايز اشرح كل تفصيلة وكل كلمة في الكتاب، لان حرفيا الكتاب ده مهم جدا جدا جدا. وانا كل فيديو عارف ان انا بقولك ان فعلا الكتاب ده مهم، هو فعلا مهم. تمام، فعشان كده انا بقولك لازم فعلا نشرح كل تفصيلة في الكتاب. فالسلسلة دي هتطول شوية معانا في الكتاب ده ان شاء الله. فحضر القهوة بتاعتك، اهم حاجة تكون القهوة بتاعتك لو انت بتتفرج عليا الصبح صحصحك كده تكون فيها نسبة كافيين محترمة، او لو بتتفرج عليا بالليل حاول تخليها دي كافيين عشان تقدر تنام كويس وتستريح. فيلا نبدأ. الفصل اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة بإذن الله هيكون كيفية التعامل مع الفرص. أهم حاجة إن أنت تعرف إزاي تتعامل مع الفرصة اللي هي هتجيلك، لأن هي ممكن حرفيا ما تتعوضش الفرصة دي. ممكن تكون الفرصة اللي هي جاتلك دي هي السبب الرئيسي، أو تكون عامل رئيسي في إن هي تنقلك نقلة تانية. فلازم تعرف إزاي تتعامل مع أي فرصة تجيلك وإزاي تستغلها صح. فركز وصحصح معايا في الفيديو ده. معبد التعلم كان موجود في بابل في الفترة اللي كان عايش فيها أركاد، وكان المعبد ده زي مكان كده او زي مدرسة بيجتمع فيها الاغنياء والفقراء، ما بيبقاش فيه اي فرق بينهم حرفيا في المكان ده بالذات. الفقير زي الغني والغني زي الفقير، ما فيش حاجة اسمها انا ابن كذا، مفيش حاجة اسمها انت ابن كذا. كلنا بنجتمع وبنناقش كل حاجة بعيدا عن الدنيا اللي بره دي كلها خالص. تمام، فكان اركاد ليه غرفة او ليه فصل في المعبد ده، كان دايما بيدخل الطلاب بتوعه علشان خاطر يبتدوا ان هم يتناقشوا مع بعض في المواضيع اللي هم عايزين يتكلموا فيها، وازاي يبقوا اغنياء وازاي يستغلوا الفرص وازاي كذا وازاي كذا. وكان موجود في الفصل بتاع اركاد ده حرفيا مجموعة من الشباب والكبار والاطفال وحرفيا من كل الاعمار كانوا موجودين علشان خاطر يتناقشوا عن موضوع باسم الحظ وازاي يتعاملوا مع الفرص. وكانوا معتقدين ان للحظ ده فعلا اله، او الحظ يعتبر اله، فازاي هم يقدروا يجذبوا اله الحظ ده. وكانوا في بابل القديمة معترفين فعلا بان في اله اسمه اله الحظ والعياذ بالله. فهو اركاد قاعد هو والطلاب بتوعه، جه واحد من وسطهم كده وقال له يا اركاد احنا محتاجين نعرف سر الحظ، ازاي نقدر نجيب الحظ لينا. وكمل الراجل كلامه وقال له احنا فعلا عايزين ان الحظ يكون محالفنا دايما في حياتنا، زي مثلا ان واحد يلاقي كنز كبير، او ان واحد يلعب قمار ودايما يكسب ما يخسرش. لازم ان احنا نعرف ازاي نقدر ان احنا نكسب الحظ ده وما نخسروش. فبالطبع اكيد يعني طبعا كل وافق وقال لك ايوه فعلا احنا عايزين نناقش الموضوع ده ونتكلم عن الموضوع ده وازاي نعرف نجيب الحظ ده. فابتدت الاراء حرفيا تختلف، وابتدت الناس كل واحد اللي عنده راي يبتدي ان هو يقول. فتعالوا اما نشوف ارائهم كانت ايه. فاركاد ابتدى يسالهم وقال لهم انتوا بالنسبه لكم الحظ عباره عن ايه؟ فجه واحد قال لك والله الحظ ان انا ارمي مثلا جنيه او 2 جنيه واربح كومة فلوس او اربح 100 جنيه، هو ده الحظ. فاركاد قام جاي سأله سؤال تاني برضو كده، يعني سؤال حرفيا عجبني اقسم بالله في الحركة دي. قال له طيب والفلوس اللي انت كسبتها عملت بيها ايه؟ قال له بعد كام يوم خسرتها. قال له طيب دلوقتي كده الحظ مش محالفك دايما، او الحظ مش دايما معاك باستمرار، فانت هنا خسرت الفلوس، لو كان محالفك ما كانش زمانك خسرتها حرفيا. جه واحد تاني قال لك والله العظيم بص، هو الحظ يا باشا ان انت تقدر ان انت تشوف مثلا صفقة تقدر تعملها تكسب منها فلوس. زي مثلا انا كان في يوم من الايام كان قدامي قافلة بتبيع شوية حاجات كده، انا كنت اقدر اخد الحاجات دي، كانت بتبيعهم بسعر يعني حرفيا بخس جدا او رخيص جدا، اقدر اخدهم واضاعف سعرهم وهبيعهم وهيتباعوا، بس انا نفضت دماغي منها فللاسف خسرت الصفقة. جه الرأي التالت وقال لك والله العظيم برضو انا شايف ان انا كان في يوم من الايام عارف ان سعر الذهب هيطلع، بس برضو فضلت نايم عنه وقلت لا ده انا مش هشتري النهارده، لا مش، انا خايف لحسن فعلا ما يطلعش، مع ان انا واثق وعارف ودارس ان فعلا سعر الذهب ده هيطلع. وفي الاخر سعر الذهب طلع وانا خسرت الصفقة دي، ما اشتريتش فيها اي حاجة ولا عملت اي حاجة، والفلوس فضلت زي ما هي معايا. فهنا نلاحظ ان فعلا الحظ بيبقى موجود والفرص بتبقى موجودة، بس احنا اللي مش قادرين ان احنا نستغلها، احنا اللي مش عارفين امتى ندخل الفرصة دي وامتى لا. بعدين اركاد هنا جه بقى شرح لك الحظ بطريقة رهيبة جدا وبطريقة تحفة جدا حرفيا. وانا بقرأ الكتاب وبقرأ الصحف بتاعته
ببقى مستعجب حرفيا من كلام اركاد. اركاد قال لك والله بصوا الحظ بكل بساطة عبارة عن فرص هي بتجيلك، انت مش هتبقى مستني الحظ تقول والله ده انا لقيت كذا او كسبت كذا ده كان حظ، لا، هي دي فرصة حرفيا جات لك وانت قدرت ان انت تستغلها. فانت طول ما انت ماشي او طول ما انت ماشي في حياتك عامة بتلاقي فرصة ان انت تشتري ارض بسعر كذا وتقدر تبيعها كمان خلال كام شهر بكذا، تشتري ذهب بكذا وتبيع كمان كام شهر بكذا، تعمل كذا وتشتري كذا. فرص حرفيا، فرص بتجيلك وانت ما بتقدرش حرفيا ان انت تستغل الفرص دي اطلاقا. فاركاد هنا لما جه شرح فعلا الحظ بالطريقه دي الناس استعجبت. وكمان اركاد ذكر مثال وقال لك زي الشخص مثلا الفلاني اللي كان عارف ان بابل هتيجي في يوم من الايام هتوسع او هتتوسع المدينه، فاشترى ارض بره نطاق توسيع المدينه ده، على ما تيجي تتوسع هيكون الارض بتاعته اصلا موجوده، فهو اشتراها في الفتره دي بسعر بخس جدا او بسعر رخيص جدا جدا جدا، ولما المدينه كبرت باعها بسعر عالي جدا وكسب فيها. وبعدين اركاد سأل سؤال جميل جدا جدا جدا، واتمنى ان الكل فعلا يجاوب على السؤال ده تحت في الكومنتات، يعني وقف الفيديو وانزل جاوب واطلع تاني قول لي الاجابه بتاعتك كانت ايه، او انا هبص يعني على الاجابات واللي هلاقيها افضل وانسب اجابه هعمل له لايك على الكومنت بتاعه وهرد عليه واعرف ليه الحظ بيفضل ناس عن ناس، او ليه الحظ بمعنى اصح بيفضل ان يختار الشخص ده عن الشخص ده. وانت فاهم انا بتكلم عن الحظ يعني بمعنى الفرص. لو انت كنت جاوبت في الكومنتات فبكل بساطة لان الناس حرفيا بتقدر ان هي تستغل الفرص او تشتغل بجد. في ناس تقدر تستغل الفرصة اللي جات لها دي فبالتالي تكسب من وراها فلوس او تكسب من وراها اي شيء مثلا ان كان هو داخل علشانه، وفي ناس لا تحب ان هي تتكاسل وتتقاعد وتقول لك لا ده انا خايف اصل انا. فطول ما انت بتستغل الفرص طول ما انت هتلاقي الحظ دايما محالفك صدق. وذكر اركاد مثال حرفيا تحفة، اسمع بس المثال كده وانت هتعرف قد ايه فعلا الكتاب ده انا لازم اشرحه لك كله بالتفصيل الممل. جه اركاد قال لك لو انا جبت سباح ورميته في البحر تمام او في نهر الفرات هيطلع وفي ايده لؤلؤ، هل ده كله بسبب ان الحظ محالفه؟ قال لك لا، كل ده بسبب انه عنده فرصة اتعلم فيها السباحة فقدر ان هو ينزل يجيب اللؤلؤ ويطلع تاني، على عكس شخص تاني ما بيقدرش يسبح حرفيا ورميته في نهر الفرات فهو هيغرق مش هيقدر يطلع لي تاني اصلا. فالمغزى هنا ان الحظ مش ان انت تلاقي اللؤلؤ، لا، المغزى هنا ان انت اصلا بتعرف تعوم علشان خاطر تقدر تجيب او توصل للؤلؤ ده، فانت عندك فرصة ان انت تقدر تعوم وتوصل للؤلؤ، غير كده انت مش هتقدر. يا صديقي الجميل فتعالى ملخص لك الفصل كده بكل تفصيلة علشان تقدر تستفاد، ويا ريت تجيب نوت بوك كده تكتب ورايا لان الفيديو ده هيبقى خفيف لطيف صغير، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى طويل شوية تمام. فتعالى يلا اما نلخص الفصل. اول حاجه الفرص دي لازم تكون عارف ان هي زي الضيف اللي بيروح وبيجي بسرعه تمام، يعني ممكن ما تكملش معاك 5 دقايق وتبص تلاقي الفرصه جه شخص قال لك والله ده فيك كذا 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 وانت واثق فيه، هتعمل ولا لا؟ انت قدامك الفرصة، قدامك الحظ اللي هيكسبك بعد كده، فانت متردد انت مش عارف تعمل ولا لا، فهو ده الحظ يا صديقي. تاني حاجة لما تلاقي صدفة قدامك زي مثلا استثمار زي علاقات اجتماعية زي غيرها، على طول لازم تفكر بسرعة وتفكير منطقي، ما تبقاش تفكير اهوج، وتعرف تدي قرار على طول وتقول فعلا هتدخل الصفقة دي ولا مش هتدخل الصفقة دي، فركز يا صديقي. تالت حاجة القمار عدو الحظ، كده احنا عارفين ان القمار حرام، وغير برضو انه حرام فهو عدو الحظ، مفيش حد هيكسب من القمار حرفيا. يعني ما تروحش تحط فلوسك في حاجة وتقول يلا انا هلعب ويلا نشوف بالنرد او نلعب بكذا او باي لعبة كانت، لان ده حرفيا معتمد على الصدفة، والصدف حرفيا مش هتكسبك اي حاجه، فركز في الحته دي كويس جدا. وقيس على ده كله بقى الالعاب اللي بتنزل على التليفون او بتنزل على كل حاجه يقول لك حط فلوسك والعب كذا وهتكسب كذا مش هتخليك ملياردير، مش هتخليك اغنى رجل في العالم حرفيا. يعني لك ان تتخيل ما شفناش قبل كده حد غني بسبب العاب زي دي حرفيا، ولا التداول ولا الحاجات. لو سمعتني انا في يوم من الايام طلع اقول لك تعالى نتداول او نعمل او نسوي، اعمل لي بلوك على طول تمام، لا اكتر ولا اقل. رابع حاجه يا صديقي الجميل واخر حاجه في الفيديو، الاستعداد يصنع الحظ. حرفيا لو انت مش مستعد مش هتقدر توصل لاي حظ حرفيا، بمعنى صح زي المثال اللي ضربه اركاد
اللي هو السباح اللي نزل جاب اللؤلؤ، ليه قدر يطلع باللؤلؤ او ليه قدر يجيب الحظ بتاعه ده؟ لانه هو فعلا مستعد يقدر ان هو يسبح، غير لو مش مستعد او لو ما عندوش اي استعداد للسباحة مش هيقدر يصنع او مش هيقدر يعني يطلع باللؤلؤ. فدايما خليك على اتم الاستعداد، وخلي تفكيرك تاني منطقي وتفكير محايد، ما تتهورش في التفكير بتاعك، واقدر ادي قرار سريع. فدايما خليك على استعداد. وفي الاخير ما تنساش ان انت تبعت الفيديو لزمايلك علشان خاطر كله يستفاد، وتعمل لايك شير سبسكرايب علشان خاطر يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.